أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. طبعا انتوا عارفين ان اللي بيحصل في سوريا ما بقاش يطاق. الناس المسيحيين هناك عايزين يخرجوا منها بأي شكل. الناس ما بقتش تقول احنا عايزين نخرج من البلد قد ما بقت تقول احنا عايزين نعيش. متخيلين الوضع يعني بيهم وصل لفين في سوريا؟ مش عايزين ياكلوا ويشربوا، عايزين يعيشوا بس. تفتكروا ليه بيطلبوا حاجة زي كده؟ بيطلبوا الحاجات دي لأن هم شايفين كل الناس المسيحيين اللي حواليهم بيموتوا يوميا، بيموتوا يا بيتفجروا في كنيسة، يا إما بيتم الاعتداء عليهم من قبل جماعة الجولاني الداعشية، يا إما بينضربوا بالنار في الشارع، يا إما بيتصلبوا زي اللي اتصلبوا من فترة. يعني هتموت. الناس المسيحيين دلوقتي في سوريا ما عندهمش فن الاختيار او حرية الاختيار. انت تعيش مثلا في مستوى متوسط ولا في مستوى منخفض ولا في مستوى مرتفع كمستوى اجتماعي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بيختاروها هي طريقة الموت. تحب تموت مصلوب ولا تموت مرمي من فوق البلكونة ولا تحب نضربك بالنار؟ تقريبا دي الحاجة الوحيدة اللي بتتعرض على المسيحيين دلوقتي في سوريا. طيب آخر مصيبة حصلت في سوريا كانت إيه؟ كانت تفجير كنيسة ماري إلياس. دي كانت مجزرة، ما كانتش عملية يعني. ده حرفيا كانت مجزرة، أشلاء في كل حتة يعني كانت حاجة صعبة. اللي استشهدوا دخلوا في الحاجة 50 واحد والدنيا كانت صعبة قوي يعني. فعشان كده بنتكلم بنقول ليه ده بيحصل؟ ليه كده؟ المسيحيين عملوا ايه في حياتهم علشان دي تكون النتيجة؟ هل ذنب المسيحيين ان هم امنوا بالسيد المسيح رب السلام رب المحبة؟ هل كل ذنب المسيحيين ان هم عايشين في سلام وعمرهم ما رفعوا سلاح في وش حد تاني؟ هل ذنب المسيحيين ان هم بيحبوا يعيشوا في تآخي ووحدة مع اخواتهم المسلمين؟ ما هو لازم حد يرد. لازم الجولاني يطلع يقول يا جماعة احنا عملنا كده في المسيحيين علشان كذا كذا، احنا بنعمل كده في المسيحيين علشان كذا كذا، يدي كده 1 2 3 احنا بنعمل كده علشان كده. لكن الموضوع مش مفهوم، محدش فاهم حاجة. الموضوع مبهم، الموضوع غريب، الموضوع ما فيهوش اي تفاصيل ولا فيه اي دافع واحد لقتل واحد مسيحي. لكن عايز اقول لكم على حاجة. لما تلاقوا 20 واحد منهم قسيس كاهن انجيلي موجود معاهم، هو وزوجته واولاده وابوه وامه واخواته وزوجاتهم، كانوا 20 واحد قاعدين قعدة محبة، بياكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض عادي. هل في مشكلة لحد هنا؟ مفيش. بكل بساطة تيجي جماعة الجولاني تخش عليهم، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ هو انت مين؟ هو انت قسيس؟ تعالى. ومعاهم مكنة حلاقة في حتة اسمها السويداء، ويقوموا حلقين له شعر دقنه وشنبه، وبعدها يقولوا لهم عندكم اي معلومة عن المسيح بتاعكم؟ فطبعا القسيس ده قال لهم يعني ايه عندنا معلومة عن المسيح بتاعنا؟ احنا حياتنا كلها للمسيح بتاعنا، ما نعرفش حاجة في حياتنا غير المسيح بتاعنا، هو المسيح بتاعنا بس اللي نعرفه. انتوا عندكم معلومة عن المسيح بتاعنا؟ فاستفزوا الناس اللي هي بتوع الجولاني دول لما بيقولوا لهم انتوا تعرفوا حاجة عن المسيح بتاعنا؟ فقام واحد منهم مطلع السلاح بتاعه عايز يموتهم، فواحد منهم قال له استنى ما نشوف هيقولوا ايه ولا هم عايزين ايه. قولوا ورايا اشهد ان لا اله الا الله، ويكملوا بقى الشهادة. محدش طبعا رضي يرد عليهم. عدوا لهم كده 1 2 3، محدش عمل حاجة. مسكوا الاسلحة، ما خلوش واحد فيه الروح، من اصغر طفلة
لأكبر واحد في ال20 اللي كانوا قاعدين، وفاضت روحهم الطاهرة وصعدت للسيد المسيح تشكو من الساكنين في الأرض وتقول له: إلى متى أيها السيد الرب القدوس والحق لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ دم الناس دي بيصرخ للسيد المسيح وبيقول له: ليه يا رب انت ما انتقمتش من الساكنين على الأرض من اللي عملوه فينا؟ وربنا يقول لهم: استنوا شوية، هنتقم بس لما اخواتكم الباقيين يجوا. وبعد كده ناس كتير اتكلمت على الموضوع ده وعلقت، وكان منهم عمرو أديب. عمرو أديب اتكلم وقال: أنا قلت لكم الأول، قلت لكم من سنة 2014 المسيحيين دول مصنوعين من فولاذ. أنا قلت لكم الكلام ده، قلت لكم المسيحيين دول حاجة تانية، قلت لكم المسيحيين دول مش مصنوعين من المادة اللي البشر كلهم مصنوعين منها، لأ، الناس كلها مصنوعة من تراب إلا دول مصنوعين من فولاذ. قلت لكم قبل كده ان المسيحيين تحملوا اللي الجبال ما تعرفش تتحمله. قلت لكم قبل كده ان المسيحيين عندهم كمية سلام، كمية حب لأعدائهم مش طبيعية. عندهم كمية رجاء وعندهم كمية إيمان ان المسيح هينتصر في الآخر مش طبيعية. عندهم يقين وعقيدة حقيقية ان الله شاهد على كل ده وان الله هيتدخل في الوقت المناسب. هي دي عقيدة المسيحيين اللي موجودين في مصر واللي موجودين في سوريا واللي موجودين في كل دول العالم. عقيدتهم الأساسية هي المحبة والسلام والطمأنينة والتآخي ونشر الود بين كل الناس. هم دول المسيحيين اللي النهاردة انت قتلتهم، قتلت 20 مسيحي منهم، من ضمنهم قسيس، وعادي بالنسبة لهم أهلا بالموت، يا مرحب، يا 100 نهار مرحب، عادي، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. دي عقيدة المسيحيين. ولكن رسالتي للجولاني وجماعته إن الله ينتقم ويقتص منك أشد قصاص وأشد انتقام، لأن سوريا في عز حكم بشار الطاغي لم ترى يوما من هذه الأيام. إن كان هناك قمع أو هناك اضطهاد قبل ذلك فكان في الخفاء، أما أنت ففي الخفاء وفي العلن، في الشوارع وفي البيوت، في الخنادق وفوق الجبال. انت ربنا هينتقم منك أشد انتقام، انت وكل جماعتك، ونهايتك هتكون على يد الشعب السوري قريبا بإذن الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.